بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حسرة ما بعدها حسرة لإعلام الزمالك بعد فوز النادي الأهلي على بيراميدز. هنسمعكم عمرو أديب لما الأهلي تعادل قال ايه، وهنسمعكم رضا عبد العال لما الأهلي فاز بالكاس قال ايه، عشان تشوفوا الحسرة والمرارة واللي موجودة دلوقتي عند إعلام الزمالك. واول تعليق لخالد الغندور بعد المباراه او على فوز النادي الاهلي برضو قال ايه. يلا بينا نروح لعمرو اديب ونرجع لبعض تاني. بجون الاهلي بس خلاص، يعني مش عايزين نتكلم كتير، انما التعادل في 5 دقايق، جونين قمة الإثارة وجون، وبيراميدز هيجيب جون، هيجيب جون. يا راجل يا راجل يا راجل، ده إذا ما كانتش دي تخش يبقى الاهلي ياخد الكاس خلاص. معقولة يا رمضان؟ ده احنا في رمضان. لا 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 لا، عامله زي كوره محمد صلاح اللي كانت على الخط وهو الشناوي حبك يمسك دلوقتي. غريبه جدا جدا. مهم يعني انا وبعد ما سمعنا عمرو اديب لما الاهلي تعادل وكان في فرصه جايه لبيراميدز، شفنا قال ايه، شفنا الفرحه. كان بيقول يعني كان بيبقى فرحان ازاي لما بيراميدز كان هيجيب جون في النادي الاهلي، وشفنا الحسره لما الشناوي مسك الكوره قال ايه عمرو اديب. يلا بينا بقى نروح لمين؟ لرضا عبد العال، وشوف نبرة صوته وانت تحس بكل الحسرة والمرارة. انا قلت الحلقه اللي فاتت كانت معاك ولا معاك؟ صح، معايا. كل المقاومات في صالح النادي الاهلي، صح. بدايه من الجماهير، ثم مفيش حكام اجانب يجوا، ثم بقى اللي حصل النهارده في المباراه. مش هنتكلم فنيا الا زي ما قلت لك كده. لا انا عايز اتكلم فنيا يا كابتن. ما هنتكلم بس يعني اصبر. اولا المباراه فنيه وحشه جدا، فنيه وحشه جدا من الفرقتين، يعني عشان بس نقول ايه، يعني المفروض ده نهائي الا في بعض الاوقات اللي فيها الهدف هنا والهدفين هنا، يعني ثم يعني اهداف ضائعه من البيراميدز. لا احنا عايزين دول يعتبروا اكبر. وبعد ما سمعنا حتة صغيرة كده من تعليق رضا عبد العال بعد فوز النادي الاهلي ببطولة كاس مصر، نروح بقى لكابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور على صفحته على الفيسبوك كتب وقال الاهلي بطلا لكاس مصر موسم 2021-22 بعد الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1. ده اللي قاله على الفيسبوك، لكن فيه بوست منسوب ليه على موقع، الموقع يعني انا شك في صحته او مش من المواقع اللي هي موثوق بيها بالنسبة لي. كاتب بيقول ان كابتن خالد غندور بيهاجم التحكيم، وبيقول كل يعني نسبة التشويح كانت كتيرة جدا في المباراة، وهاجم التحكيم ان التحكيم في رأيه ما كانش تحكيم كويس او مميز. في نفس الوقت ان طلع خالد الغندور طلع في برنامج وبيتكلم عن كهربا، وبيقول كهربا شخص طيب بس بيتجنن فجأة وبيتحول. صرح خالد الغندور ان كهربا شخص طيب، ولكن كان من الممكن ان يدير موهبته افضل من ذلك بكثير، خاصة ان الله سبحانه وتعالى اعطاه موهبة كبيرة جدا من الممكن ان يستغلها افضل لصالحه. واكد الغندور خلال لقائه ببرنامج الفي اي بي المذاع على فضائية الحياة تقديم الاعلامية اميرة بدر ان كهربا كان يستطيع ان يكمل في الزمالك وياتي له عقد من الاهلي يترك الزمالك ويكمل في الاهلي. واشار الغندور ان كهربا شخص طيب ولكنه بيتحول فجأة الى شخص عصبي، قائلا بيتجنن فجأة وبيتحول مثلما فعل مع رامز في برنامجه بيتحول وبيتجنن. اولا يا كابتن خالد يا غندور، هل انت واثق من كلامك؟ هل انت مصدق كلامك؟ مش موضوع انه عصبي وبيتجنن او بيتحول، لا سيبك من الكلام ده. موضوع ان هو كان يكمل في الزمالك، ولو عايز لو جاله عقد من الاهلي يترك الزمالك ويروح النادي الاهلي. هل انت واثق ان النادي الاهلي او النادي الزمالك يوافق ان لعيب من عنده يروح النادي المنافس؟ لا الاهلي هيوافق ان لعيب من عنده يروح الزمالك، ولا الزمالك هيوافق ان لعيب من عنده يروح بيراميدز بيروح الاهلي.
ده خصوصا كهربا. ده بالنسبة لكابتن خالد الغندور. اما بقى بالنسبة للنادي الاهلي وفرحة النادي الاهلي، فرحة كبيرة جدا، فرحة سعيدة جدا على كل الناس المحترمة، فرحة كبيرة جدا لكل عشاق المارد الاحمر. النهاردة عشاق المارد الاحمر وجماهير النادي الاهلي تسعد النهاردة بالحصول او باسترجاع يعني الحاجات اللي كانت يعني مخطوفة من النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيرجع كل البطولات، وبطوله ولا بطوله ان شاء الله، كل الحاجات اللي هي اتاخدت، سواء اتاخدت بقى بسرقه او اتاخدت يعني بشكل ما. فالنادي الاهلي جاب كاس السوبر، ودلوقتي بيجيب كاس مصر، وان شاء الله النادي الاهلي بصوره كبيره جدا ان شاء الله بطل الدوري. وان شاء الله النادي الاهلي يفوز بافريقيا ويفوز بالسوبر الافريقي ويلعب كاس عالم الانديه ويعمل نتيجه طيبه احسن من الثالث اللي احنا خدناه اكتر من مره واثنين وثلاثه واربعه. النهارده عشاق المارد الاحمر سعداء بالنتيجه. اي نعم الاداء كان مش كويس في الفرقتين، لكن اللي كان متسبب في الاداء ده فريق نادي بيراميدز اللي كان بيلعب على جون، اللي كان مقفل ورا وخانق المباراه بشكل كبير جدا، مش مخلي فرصه للنادي الاهلي او لبيراميدز ان هم يعني كان في تحفظ في المباراه. النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عملوا اللي عليهم، وبفضل ربنا وبفضل جمهور النادي الاهلي قدر ان هو يفوز النهارده على بيراميدز وياخد البطوله. الف مبروك للمارد الاحمر. وزي ما قلنا امبارح ان شاء الله النهارده نفرح كلنا ونسعد كلنا بفوز النادي الاهلي، ونفرح كلنا واحنا بنتفرج على النادي الاهلي وهو بيرجع كل البطولات. اما كل من يحاول ان هو يعكر فرحتنا، كل اي حد عايز يعكر فرحتنا سيبك منه، افرح وافخر انك اهلاوي. النهارده لازم تفرح انك اهلاوي وتفخر انك اهلاوي. ليه تفخر انك اهلاوي؟ اولا الجمهور العظيم اللي انت بتشوفه ده جمهور النادي الاهلي. لما دخل فيه جون ساند يعني شجع اكن هو اللي جاب جون. لما بيراميدز دخلت جون، جمهور النادي الاهلي اكنه هو اللي جاب جون وشجع لاعيبته عشان تتعادل وعشان تفوز، وكان يعني له الدور الاساسي في المباراه النهارده. برغم ان نادي بيراميدز كان داخل بكل عنف وبكل عصبيه وحول المباراه الى خناقه. لاعيبه بيراميدز ما كانتش نازله تلعب، كانت نازله تتخانق وتكسر النهارده، وحولت المباراه من مباراه للمتعه في كره القدم لمباراه في العنف ومباراه في العصبيه، والموضوع اتحول لمباراه عصبيه، لكن الحمد لله عادت على خير. عبد المنعم كان هيفسد فرحتنا النهارده بعد البنيه اللي عطاها للاعب بيراميدز، والحمد لله ان طرد عبد المنعم ما اثرش على نتيجه المباراه. لكن المفروض عبد المنعم يخلي باله، لان اللي بيعمله عبد المنعم ده شيء مش كويس ويخسر النادي الاهلي وجمهوره كتير جدا، ولازم يتعلم من اخطائه. يا عبد المنعم لازم تتعلم من اخطائك. مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك لكابتن محمود الخطيب، مبروك لمدرب النادي الاهلي، مبروك لعيبه النادي الاهلي، مبروك لكل عشاق المارد الاحمر. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.